عودة ليونيل ميسي لنادي برشلونة الأسباني. يمكن حاليا في أخبار كتيرة جدا بتتردد عن عودة الأسطورة الأرجنتينية ونجم نادي برشلونة الأول والأخير ليونيل ميسي. يمكن مش أول مرة الأخبار تتذاع أو تتعلن كده في الملأ أو في الأخبار أو في الصحافة حتى الأسبانية أو في جميع أنحاء العالم، لأن في ناس كتير جدا بتتكلم حاليا عن عودة ميسي وإمكانية عودته لنادي برشلونة تاني، وإنه يقدر يرفع الفريق لمكانه، خصوصا مع الصفقات اللي تعاقد معاها نادي برشلونة واللاعيبة الجامدة جدا اللي جابها نادي برشلونة في الموسم الجديد. يمكن مع تعاقد نادي برشلونة مع روبن ليفاندوسكي وهداف نادي بايرن ميونخ، وكمان عودة ديمبلي من الإصابة والمستوى القوي جدا، مع التعاقد مع رافينيا وتألق نجم الدفاع أراوخو مع كوندي وكريستنسن والكوكبة من النجوم، وكمان الشباب بدري وجافي ودي يونج. يمكن ده فارق جدا مع نادي برشلونة في الموسم الحالي، وإنه قادر يقف على رجليه ويقدر يعود بالفريق لمكانة كويسة جدا الموسم ده، وخصوصا إنه في صدارة الدوري الأسباني، ويمكن قرب نادي برشلونة أو الأقرب حاليا لحسم الليجا الأسبانية. هل هتكون عودة ليونيل ميسي لنادي برشلونة مفيدة ولا لأ؟ هو حاليا في النجوم المتواجدة مع نادي برشلونة يقدر ليونيل ميسي إنه يضيف صانع اللعب اللي يقدر يصنع الهجمات ويبدأ بالهجمة ويصنع لهم أهداف كتيرة جدا، خصوصا يمكن هو أكتر لاعب صنع أهداف في الدوري الفرنسي، خصوصا إن معاه مهاجم زي كيليان امبابي بيخلص كل الأهداف ويقدر يجيب أهداف من الفرص الصعبة والسهلة. يمكن ده اللي فارق مع ليونيل ميسي السنة دي رغم مستواه المتدني في دوري الأبطال. وحاليا بيعيش ميسي فترة سيئة جدا مع نادي باريس سان جيرمان، خصوصا بعد هجوم الجماهير وسفرات الاستهجان عليه أثناء الإحماء أو أثناء المباراة، وكل ده بسبب خروج نادي باريس سان جيرمان من دوري الأبطال على يد نادي بايرن ميونخ الألماني. يمكن عودة ميسي من كأس العالم كانت هي الفترة الأسوأ بعد عودته من كأس العالم، أو من أسوأ الفترات اللي بتمر عليه حاليا مع ناديه باريس سان جيرمان. وحاليا في أكتر من نادي بيحاول يتفاوض مع ميسي ويضمه، يقدر يضيف له أو يساعده في المستقبل. وحاليا ميسي قدامه 3 اختيارات ممكن أو 3 وجهات ممكن يروح ليهم ليونيل ميسي في حالة عدم التجديد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ورقم 1 معانا وهي إنه يروح نادي الهلال السعودي، واللي مقدم له عقد لحد دلوقتي بقيمة 200 مليون يورو، وممكن يصل ل250 مليون يورو في السنة الواحدة بس، علشان يكون أعلى عقد في التاريخ بعد عقد كريستيانو مع نادي النصر ب200 مليون يورو في الموسم الواحد، خصوصا إن كريستيانو لحد دلوقتي مسجل 11 هدف في الدوري السعودي ومقدم أداء كويس جدا في الدوري السعودي. يمكن دي تكون خطوة إن تدفع ميسي إنه يجرب تجربة في آسيا أو تكون تجربة شبيهة بتجربة كريستيانو رونالدو. والتاني وجهة معانا وهي إنتر ميامي الأمريكي، واللي هو بيمتلكه اللاعب الإنجليزي ديفيد بيكهام، واللي حاليا بيحاول يتفاوض مع ليونيل ميسي علشان يقدر ينضمه للنادي ويقدر يعمل فرق في النادي، أو يصنع شعبية للدوري الأمريكي، أو يرفع من شأن الدوري ويرفعه من معدلات الأعمار. وحاليا الدوري الأمريكي بيحاول يضم لاعيبة كتير جدا تكون كبيرة في السن لكن صاحبة شعبية عالية. والتالت وجهة معانا هي اللي قدام ليونيل ميسي حاليا، واللي هي مطروحة في السوق بقوة، واللي أكتر من كذا حد بيتكلم عنها، اللي هو عودة ليونيل ميسي لنادي برشلونة من تاني. لكن في سؤال هنا حاليا، هل ميسي هيكون إضافته قوية جدا للفريق؟ والمشكلة إن أي كارثة أو أي مصيبة هتحصل في النادي هيشيلها ليونيل ميسي، سواء من خسارة الفريق في الموسم القادم إنه هيكون بينافس على الدوري فممكن ما يحصلش على الدوري، وكمان مشاكل نادي برشلونة في دوري الأبطال ومشاكله اللي ما بتخلصش مع الإدارة، وكمان مع الاتحاد الأسباني وكمان الاتحاد الأوروبي، والعقوبات اللي عمالة تنزل على نادي برشلونة. لكن ده ما يخليناش نستبعد إن ممكن نشوف ليونيل ميسي تاني ببرشلونة، خصوصا في ختام مسيرته الكروية. وفي النهاية ده كان رأيي عن عودة ليونيل ميسي تاني لبرشلونة، أو إنه يروح الدوري الأمريكي أو حتى يروح نادي الهلال السعودي. في الآخر نتمنى نسمع رأيك أنت، وإيه رأيك
إن ميسي إيه الوجهة الأفضل لليونيل ميسي. آخر ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة.